ايه الصعوبات اللي قابلتك لما كنت لسه جاي جديد المانيا؟ بص، انا اكتر حاجه عانيت منها لما كنت لسه جاي هنا هما 3 حاجات هختصرهم لك في الثلاثي ده. اول حاجه الطقس، الجو كان تلج، وكمان لما انا كنت لسه واصل كنت واصل في الشتاء، والوقت اللي انا وصلت فيه كمان كان فيه جليد والدنيا كانت مليانه تلج، فدي كانت اول صدمه بالنسبه لي. تاني صدمه بالنسبه لي وهي اللغه، لان انا كنت جاي طبعا من مصر بتكلم الماني بس كنت فاكر ان الالماني اللي انا بتكلمه ده هو الالماني اللي الالمان بيستخدموه هنا في البلد، بس اكتشفت عكس كده خالص. الالمان لما بييجوا يتكلموا مع بعضهم بتلاقي عندهم كده لكنه ولهجه في الكلام، وكمان بيتكلموا بسرعه وبيدخلوا الكلام في بعض، اللي هو لما بتشوف 2 المان بيتكلموا مع بعض بتحس ان انت لا تفقه شيء في الالماني. تالت حاجه وهي العادات، انا من النوع المنفتح وبتقبل اي حد ايا كانت عاداته وتقاليده ما دام في النطاق الطبيعي. فلقيت برضو ان الالمان بالهم طويل جدا، يعني البيروقراطيه هنا من الحاجات اللي الالمان نفسهم، يعني كنت بتعفرت مثلا لما اكون تعبان واجي اعمل ميعاد عند دكتور يقول لي مثلا بعد شهر، اللي هو حضرتك انا في الشهر ده انا هكون خفيت اصلا، انا مش هحتاج اجي لك بعد شهر. فالحاجات دي كلها بالنسبه لي كانت صدمات صدمات صدمات، وبس دول كانوا يعتبر اتقل 3 حاجات بالنسبه لي، والحمد لله تاقلمت ولسه لحد دلوقتي لسه بتاقلم.